السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة يا رب، والى الله اقرب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا الجميل، والوصفة بتاعتنا النهاردة جميلة وحلوة جدا. يعني هنعمل مع بعض وصفة البامية الويكة، البامية الخضراء، بس ايه، مش هتبقى البامية هتبقى قاعدة بحبتها، لا. إيه، تعال نشوف الحلقة بتاعتنا. وهنعملها مع طبعا فراخ، وهنعمل معاها رز بالشعرية. ان شاء الله تكون يا رب كده ان شاء الله الحلقة والفيديو ممتع بالنسبة لكم ومفيد ان شاء الله يا رب العالمين. وتعملوا الوصفة دي ان شاء الله بإذن الله، وبالهنا والشفا يا رب على قلوبكم جميعا يا رب ان شاء الله. طبعا معانا الفراخ. انا الفرخة دي عندي يعني هي نص فرخة بصراحة، يعني كنت واخدة النص التحتاني في يوم خدته، وده النص التاني، يعني طلعوا معايا 4 قطع. غسلهم غسلة حلوة، شطفتهم شطفة حلوة طبعا بالملح والليمون وكله شطف، يعني شطفتهم خالص يعني كده جاهزين على الحل على طول. ومعايا طبعا بصلاية، ومعايا ورق لوري، معايا حبهان، معايا مكعب مرق. يعني انتوا عارفين طبعا الحاجات اللي بتتحط مع الفراخ عموما يعني هو كان المفروض يتحط طماطم، بس انا في اليوم ده بصراحة ما كانش عندي طماطم يعني. فانا اكتفيت بالبصل. قلت يعني اهم حاجه البصل، طبعا البصل هو طبعا عشان الزفاره بتاعه الطيور وكده، اهم حاجه البصل عندي. طبعا معانا الفلفل الاسود وملح الساده. بس كده دول اللي هنبدا بيهم. طبعا هنحطهم طبعا في الحله يعني مع بعض، وهنحطهم ونستنى بعد كده نشوف هنعمل ايه في الباميه بتاعتنا النهارده، والرز بعد كده ابو شعريه ان شاء الله. نعبي الحله طبعا، بنعبيها ميه كويس، يعني بنكتر الميه لان احنا هناخد من شوربة الفراخ. هنعمل حاجتين، هنسقي الرز. انا هسقي الرز بتاعي دايما بسقيه بايه؟ بشوربة الفرخة نفسها، مش بجيب مية الحنفية ابدا، لا. بستخدم من شوربة الفرخة، بيطلع معايا الرز دسم وحلو وطعمه جميل وطعمه مسكر كده وحلو يعني. وطبعا هحتاج الشوربة برضو للبامية يعني، فانا عشان كده كترت المية يعني بصراحة. آه، طبعا هنحط الفراخ على النار، وهي بتاخد يعني هتاخد وقت من ما تتسلق يعني. فانا هعمل جنب اثناء ما هي بتتسلق هعمل يعني الرز برضو يعني، اثناء ما بتتسلق الفراخ بحاول استغل الوقت يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب كده تنوبوا يا رب زيارة بيته الحرام، يا رب زيارة سيدنا النبي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اللي ما تابعش كده الصفحة بتاعتنا، القناة بتاعتنا يعني يدخل كده يتابع القناة بتاعتنا ان شاء الله كده، فضلا وليس امرا. وتشوفوا المحتوى ان شاء الله، تشوفوا الحلقات اللي فاتت ان شاء الله، تشوفوا المشاهدات كده ان شاء الله، تشاهدوا الفيديو لاخره، وتحطوا اللايك بتاعكم كده يعني ان شاء الله كده، اللايك الحلو والمتابعة الجميلة بتاعتكم. اتشرف باي حد يجي ينضم ان شاء الله لقناتي ان شاء الله باذن الله. حطينا الفراخ في الحلة، هننزل بعد كده بالمحتويات الباقية اللي احنا عارفينها، البصل والورق اللوري الحبهان. مكعب مرق، انا دايما بحط مكعب مرق، بيزود طعم الشوربة، بيزودها طبعا حلاوة اكتر يعني. مش عايزة تحط مكعب المرق ما تحطهوش حسب الرغبة يعني. بتنزلي بعد كده بالملح والفلفل الاسود بس. وبعد كده هنديها تقليبة كده عشان الحاجة ما تبقاش مركزة في حتة واحدة. نديها تقليبة كده خفيفة، وبعد كده نغطي عليهم، ونحاول لما نيجي نغطي ما نخليش الحلة مكتومة، علشان خاطر انا لو رحت بعيد وسبتها ما تقعدش تكبكب بقى، تكب ميه على البوتاجاز وتطفي لي عين البوتاجاز. احاول اديها كده، ويعني بص هي الفسحه الصغيره دي عشان بس يطلع البخار منها ما يبقاش معايا كده ايه، الميه تنزل على البوتاجاز وتغرق لي البوتاجاز يعني. طبعا انا معايا باميه، طبعا الباميه انا جايباها وغسلاها وشطفاها وقطعتها قطع كده صغيره. هي بصراحه باميه يعني انا جايباها باميه اكياس يعني مجمده، مش باميه كانت طازه يعني. ما لقيتش بصراحه قدامي حد كان بيبيع باميه، فقلت لا يعني خلاص انا اجيب باميه مجمده يعني مش مشكله، هتديني نفس الطعم برضه. عندي توم وعندي كزبره ناشفه، دول بس اللي انا هستخدمهم معايا بس في خلطه الباميه، او وصفه الباميه الويكا النهارده. اسمها باميه ويكا. هي بيتم ايه بقى في الباميه الويكا دي؟ بيتم خفقها بقى، ما بتبقاش الواحده بوحدتها صحيحه، لا بيتم ان هي بتعمليها بتخلطيها ببعض كده، بتبقى كلها يعني ايه قوام واحد كده. بتفرم التومه كويس فرمه ناعمه جدا طبعا، لان هي دي اللي هتجلي بيها. طبعا نلاحظ ان التومه دي مش عاوزين نقطعها يعني قطع بالسكينه، لا احنا يعني هنفرموها فرمه حلوه.
بنجهزها وبنحطها جنب اللي بنحطها مع الكزبرة الناشفة. وهو ده بس كده اللي احنا هنتجلي بيه للبامية. يعني استنى الفراخ لما تطيب تستوي يعني، وبعد كده هي دي بس الحاجة اللي هنحطها على البامية. هنتجلي بيها الثوم والكزبرة الناشفة بس كده. طبعا انا هنا اثناء السوا اهو لسه يعني تقريبا كده في نص السوا يعني بتاع الفراخ. هي يعني خلاص يعني انا بتاكد بشوف الميه هي عايزه ميه ولا مش عايزه ميه يعني، لان ممكن ساعات بنسيبها على النار الميه بتنقص معانا فبنزود ميه. فلازم نديها ايه كده بصه كده على الشوربه نشوف. وبرده زي ما قلت لكم نسيب فسحه كده في الحله، ما نغطيش خالص يعني، ما نكتمش على الحله. طبعا إيه انا يعني قلت استفاد بالوقت ده طالما في وقت يعني نستفاد بيه. عملت ايه، قلت اجيب الحله واعمل شويه الرز كده او شعريه. يبقى هنا الحله على النار فيها الفراخ بتستوي، وفي نفس الوقت انا هنا هحمص الشعريه بالرز. استغل الوقت برضو. بنزل الاول طبعا الرز ابو شعريه انتوا عارفين طريقته. بتنزل الاول بالشعريه مش بالرز يعني. بننزل بالشعريه الاول طبعا بزيت، نستخدم زيت. انا بستخدم زيت بصراحه لما باجي اعمل الشعرية والرز بستخدم زيت مش بستخدم سمن. ممكن في الاخر خالص نطعم كده ربع معلقة سمن كده للمذاق يعني للتطعيمة كده. لكن عايزين رز حلو ومفلفل هو الزيت بصراحة يعني تستخدم الزيت. بنشوح الشعرية ونحمصها كويس، بناخد اللون المطلوب، ولا هو فاتح ولا هو غامق، يعني اللي هو اللون الحلو المطلوب اللي احنا شايفينه كده بس. وبعد كده بعد ما تتحمص الشعريه معانا بننزل عليها بعد كده بالرز الابيض. بننزل بالكميه برضو المناسبه اللي على قد افراد الاسره. يعني شوف انت عدد افراد اسرتك قد ايه وحطي على قد افراد الاسره. وحاولي انك انت ما تكتريش في الحاجات دي بالذات في الرز. لما بيقعد الرز بصراحه يعني مش بيبقى حلو. هو الرز عاوز يتاكل وهو طازه بصراحه يعني، سواء الرز او المكرونه. انا اديت لهم طبعا تشويحه مع بعض كده لازم. يعني مش لازم طبعا يتحمر الرز الابيض مع الشعريه، هو بيكفيني كده ان هو بياخد تشميعه مع الزيت وكده تمام يعني. طالما خد التشميعه مع الزيت كده تمام وزي الفل كده. مش بنستنى على الرز ان هو يتحمر، لأن لو اتحمر الرز هتتحرق الشعريه. لا انا كده تمام. هو كده الرز ابو شعريه هو الطريقه بتاعته كده. بنشوف بعد كده الخطوة اللي بعد كده ايه. احنا كده خلاص يعني هو اتشمع. فباجي بعد كده بحط له بقى الشوربه. بصوا هاي اللحظه اللي بقول لكم عليها ان انا مش بحط ميه الحنفيه ابدا في الرز بتاعي. لا الرز بحط له بزوده بالشوربه نفسها بيطلع طعمه جميل. جربوا الحته دي بصراحه بيطلع طعمه جميل بالظبط، يعني كانك حاشيه الرز ده كانك حاشياه جوه الفرخه، بياخد من طعم الفرخه والشوربه الجميله. وتاكلي رز كده بطعم الشوربه وفيه برضو منه قيمه غذائيه برضو يعني. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو انتوا قاعدين معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا يا رب ان شاء الله. لو عجبكم المحتوى ان شاء الله كده تتابعوا القناه ان شاء الله وتعملوا لنا اللايك ان شاء الله على الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. بنزل طبعا انا هي اصلا الشوربه طبعا فيها ملح، بس انا يعني حطيت بس ملح بفلفل يعني عشان بس انتوا عارفين الرز بيحب الفلفل الاسود يعني. لكن هي اساسا الشوربه اصلا يعني هي انا حاطه لها الملح بتاعها. وبرضو ما فيش مانع ان ندوق برضو شويه يعني دوق ونشوف الدنيا لقيناها عايزه ملح تاني نحط ملح يعني حسب الرغبه يا جماعه. بس نحاول يعني نحرص عشان موضوع الملح ما يزيدش معانا. خلي بالكم من الحته دي كده. انا هدخل بقى على على الباميه. هعملها ازاي؟ جبت حله فاضيه وعشان انا هاخد الشوربه لازم اصفي الشوربه طبعا. كده انا هدخل اعمل بقى الخطوه دي. هعمل الباميه. بدأنا جبنا حلة فاضية وصفينا الشوربة بتاعتنا، عشان الشوربة طبعا انتوا عارفين انتوا فيها حبهان وفيها ورق لوري وكده، فلازم تتصفى كويس. عشان نطلع ده كله منها لازم نصفيها. كده انا عندي اصبحت الشوربة كده صافية الحمد لله. وابدأ احط بقى بعد ما غلت الشوربة ببدأ انزل بقى كمية البامية اللي معايا اللي انا غسلاها غسلة حلوة وشطفاها ومقطعاها على قد ما تقدري 3 قطع البامية الواحدة 4. المهم ان انا عايزاكي تقطع البامية الويكة دي بتتقطع كذا قطعة ورا بعض يعني مش قطعة يعني. حاولي تصغري من قطعة لان كده احنا هنهرسها في الاخر. يعني كل البامية اللي شايفاها دي لا بعد ما تستوي هنهرسها في الاخر مش هتبقى صحيحة يعني. بنغطي عليها برضو لغاية ما تستوي البامية. بنغطي عليها وبعد كده نبدأ احنا اثناء هي كده استوت 3/4 سوا خلاص يعني. لو انا هطفي عليها خلاص كده يعني. اللي هي باقي لها زي 7-8 دقايق واطفي عليها. في ال7 8 دقايق دول انا حبيت ان انا اعمل الطشه بتاعتها
جبت طاسة وحطيت حتة السمن كده. كان عندك سمن بلدي حطي، سمن نباتي حطي، زيت حطي، الموجود. دايما بنعمل بالموجود، ما نقولوش يعني انا عندي ما عنديش، لا، الموجود نعمل بيه ونقول الحمد لله. بنزل بعد كده على السمن اللي في الطاسة، بنزل بالثوم اللي عملناه المفروم مع ايه، مع الكزبرة الناشفة. هو ده اللي هي ايه طشة البامية بتاعتنا، ولا نحط اي حاجة تاني ولا اي زيادة تاني. الثوم المفروم مع الكزبرة الناشفة، بنديله تشويحة كده مع السمن. بس كده. بصوا، اخد اول ما تلاقي اللون ده كده ظهر عندي، ما ادهوش اكتر من كده عشان الثوم بتاعي ما يمررش. لو اكتر من كده الثوم هيمرر، لا، هو اللون ده حلو جدا كده. بنزل فيه طبعا، بنزل بيهم ما شاء الله. طبعا انتوا ما اقولكمش على الريحه طبعا، يعني الثوم مع الكزبره وريحه الباميه والشوربه حاجه ما شاء الله. اللهم زيدنا يا رب كده بركه يا رب، ان شاء الله بيوتنا كده يبقى فيها عمار دايما يا رب، وبركه يا رب، ويبعت لكم الخير كله، ويسعدكم يا رب، ويرزقكم يا رب من حيث لا تحتسبوا. اللهم امين يا رب العالمين. تبقى دايما بيوتنا تبقى عمار يا رب ان شاء الله، وعامره كده ان شاء الله دايما. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا احنا انا هديها زي 3-4 دقايق تاني كده بعد ما انا عملت الطشه. هديها 3-4 دقايق بس، يعني انا حبيت ان انا اهرس شويه، اضربها بالمضرب. لازم تتضرب بالمضرب كويس خالص عشان خاطر ايه، تاخدوا القوام اللي انا بقولكوا عليه، اللي هو الباميه الخليط اللي هو متجانس مع بعض. انا عايزه ادي الباميه يعني حجها كويس. هي دي الباميه الويكا، ما بتبقاش قطعه قطعه، لا، الباميه الويكا بتبقى عباره عن خليط. يعني بتبقى الباميه ايه بتتخلط كويس مع بعض، زي ما هتشوفوا في اخر الحلقه دلوقتي وانا بغرف الباميه. هوريكم القوام بتاع الباميه الويكا بقى، لان هي مش باميه صحيحه يعني هنعملها، لا. دلوقتي طبعا انا هحمر الفراخ استوت معايا. انا عملت الرز خلاص كده، الرز استوى، الباميه استوت معايا، عملت الطشه بتاعتها وخلصناها كده. ايه جاء دور بقى تحمير الفراخ بتاعتنا. برضو بنحط الموجود يا جماعه، الموجود. عندك زيت حطي، حمري بزيت. عندك سمن حطي، عندك سمن بلدي حطي، عندك سمن نباتي حطي. يا جماعه الموجود والله يعني، ونقول الحمد لله ونحمد ربنا على كل حال، يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك في الموجود دايما عندنا يا رب، اللهم امين ان شاء الله. يا ربنا يجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بننزل طبعا. بصوا الفراخ يعني فلفل اسود. الفراخ يتوصي بالفلفل الاسود عشان ايه الزفاره بتروح من الفراخ بالفلفل الاسود. طبعا هي اصلا ما فيهاش زفاره لان احنا اصلا غاسلينها كويس، حاطين لها حاطين لها الليمون، حاطين لها الملح، شاطفينها شطفه حلوه، فمش هتلاقي فيها يعني زفاره. انت بس يعني هي الفراخ عموما بتحب الفلفل الاسود. طبعا في كل تشويحه بحط فلفل اسود، يعني انا قلبتها كده على الناحيه التانية بحط لها برضو فلفل اسود. تمام. يعني هو بصراحه مع الفراخ المحمره الفلفل الاسود بيبقى تحفه طبعا يعني. خلاص كده هم خدوا على الناحيه اهو. بصوا يعني زي ما قلت لكم، يعني نحاول كده ايه، بس ما نكترش كتير، يعني ما نكترش كتير. يعني بصوا رشه كده على الهامش كده. انا طبعا مزوده الملح الاسود، الفلفل الاسود ده مزوداه ملح، مش فلفل اسود خالص، لا ده ملح. حاطه له ملح ابيض كمان يعني، من ده على ده يعني، فرماه عندي في الخلاط في الكبه، يعني مش فلفل اسود خالص. فعشان كده يعني انا بحط يعني مش بحط بكميات. طبعا بصي احنا غرفنا الرز طالع طبعا سخن اهو يعني بالبخار بتاعه. بصي حاولي انك تعملي كل حاجتك ورا بعض كده وانت بتطبخي عشان تحتفظي بسخونة الحاجة. الرز هو سخن تعملي وراه على طول، وهو بيستوي الفراخ تحمريها كله على بعض مع بعض كله في وقت واحد، عشان لما تيجي تاكلي حاجة كله يبقى مع بعض كله، يعني الاكل كله يعني سخن، وتاكليه وهو سخن بيبقى طعمه اجمل وطعمه ألذ طبعا. الفراخ بتاعتنا برضو سخنة طلعناها، والرز بتاعنا برضو كان سخن، كله الطبيخ بتاعنا كان كله الحمد لله. الفراخ طلعت معانا ايه ما شاء الله، اللهم بارك. ابتسام بتقول لكم اعملوا اللايك ان شاء الله، اللايك يا ولاد كده، والمتابعه الحلوه للقناه ان شاء الله. وادي الباميه بتاعتنا بعد ما خلطناها كويس بالمضرب. بصوا لازم يعني اهو القوام ده الى حد ما عايزينه، احنا مش عايزين الباميه صحيحه. هي دي الباميه الويكا بقى، الباميه الصعيدي الويكا. اللي هي بيتم خلطها خالص. بصوا اهو يعني فين وفين لما تلاقي لك نص باميه كده، دي بتبقى يعني كده هي راحت من المضرب كده بتعدي. وادي الاطباق بتاعتنا بعد ما اتغرفت، الباميه الويكا الجميله اللي طعمها حلو، والفراخ المتحمره بتاعتنا.
والرز ابو شعريه والمخلل بتاعنا والعيش البلدي طبعا ما ننساش العيش البلدي، يعني باميه ملوخيه يعني عيش بلدي. الليمون طبعا عشان من هواة العشاق الباميه بيحطوا لها ليمون طبعا، يعني ناس كتير بتحط للباميه ليمون. اللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، استرنا دنيا واخره يا رب ان شاء الله. ان شاء الله كده ما تنسوش المتابعه، ما تنسوش اللايك للمشاهدات وتشاهدوا القناه ان شاء الله يا رب. المحتوى ان شاء الله ينول اعجابكم باذن الله يا رب العالمين. دمتم في صحه وسعاده وراحه بال ورضا من عند الرحمن يا رب العالمين. بتمنى لكم الخير كله في حياتكم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله تزوروا سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. شكرا لكم متابعيني الكرام. ماما حورة الجنة بتتمنى لكم يا رب أوقات ممتعة إن شاء الله، مشاهدة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.